حبايبي من كل مكان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نصلي على النبي كده ونخش المطبخ نعمل الغدا مع بعض. اول حاجه عندي جبت الجريل، حطيت فيها ندعه زيت، وبعد كده حطيت فيها الفيليه. عندي طبعا كنت متبلاه. عايزه اقول لكم ان انا لما بلاقي الفلفل الالوان غالي بستغنى عنه تماما، وبعمل بالفلفل الرومي العادي اللي هو قرن احمر وقرن اخضر. ما بجيبش الفلفل الالوان خالص طالما غالي ومش متوفر معايا ان انا اجيبه. بستغنى عنه تماما، وبرضه بتطلع الشاورما تحفه. وقطعت البصل زي ما انتوا كده شايفين شرايح صغيره، وبعد كده نزلت طبعا بالفلفل والملح والشطه. وهنا بقى بشتري الكاتشب السايب، وقلت لكم قبل كده عليه ان هو تحفه. عايزه اقول لكم طعمه احلى من الكياس. كياس اصلا ما بيبقاش فيها. يعني دول كلهم كده حوالي ب3 جنيه، او ب5 جنيه. فحلوين يعني، بيبقوا شويه حلوين. وهنا بقى طبعا المعتاد، طلبوا البطاطا. بس المره دي ان انا هعملها هنا باللبن. انا في ناس كتير بتغلي اللبن وبعد كده تحطه على البطاطا، لا انا بحط اللبن ساقع على البطاطا، وبحط عليه السكر، وبروح على طول حط عليه معلقه سمنه. انا حاطه معلقه واحده بس عشان ما تبقاش دسمه، وبعد كده هقلب كل الكلام الحلو ده مع بعضه. وبعد كده هدخله الفرن، وهشوي بقيه البطاطا جنبها الناحيه التانية. بس خلاص كده، هدخلها بقى الفرن واحط البطاطا جنبها. هنا كانت خلاص الشاورما عندي خلاص الحمد لله استوت. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هعملها في الكايزر. وعايزه اقول لكم كمان ان انا بعملها في العيش وبتطلع جميله. بعملها اهو في الكايزر. مش لازم الفلفل الالوان خالص، مش لازم. بتبقى برضو بالفلفل الرومي كده بتبقى تحفه. طالما سعره غالي ما بعرفش اجيبه، خلاص بستغنى عنه. هنا هو العيش البلدي بتاعي العادي بجيبه كده، وبحط بالطول، او احيانا كتير بعمله نظام سندوتش من داخل بعض. شوية شاورما بقى جمال. وحطيت له كده شوية مايونيز، وجنبه حبة كاتشب. وادي البطاطا بتاعتي بعد ما دخلت الفرن وقعدت شوية، يا دوبك خدت وش، رحت حطها من فوق على النار تكمل بقية سواها. عشان اقدر اتحكم في درجة ايه الوطيان بتاعها، عشان انا عايزاها مستوية قوي وما تكونش في نفس الوقت ناشفة. الفيديو خلص، اشوفك الفيديو الجاي على خير.